الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد واستفادة جديدة من مخلفات البيئة المنزلية ومن الحاجات اللي ممكن احنا نرميها أو نكبها في القمامة أو الزبالة، نقدر نستفاد بيها في منتجات بتنفعنا في البيت وبتوفر في ميزانية الأسرة، وكمان بتبقى من إنتاج إيديكي وهتفيدك كتير جدا، وكمان بتبقى من حاجات مش هتكلفك قد كده خالص، وهتقدري تستفيدي منها في تنظيف الأواني، الأرضيات، الأحواض، الحنفيات، كل حاجة جوه بيتك. النهاردة هنعمل من بقايا الزيت المستعمل في قلي أو تحمير البطاطس أو البطاطا، في تحمير الأسماك أو الدجاج أو أي لحوم، أي تحمير البدنجان، أي نوع من أنواع الخضار أو البروتين، وهنستفاد منه طبعا في عمل الصابون اللي هو القطع دوت اللي بنستعمله في عمليات التنظيف المختلفة. انا هنا عندي حوالي ما يعادل كوبايتين من الزيت، وزي ما انتم شايفين سيء جدا لانه كان تحمير سمك واتركن، فقلت بدل ما ارميه لا انا هستعمله بقى في عمل الصابون زي ما انت بتشوفي دلوقتي. انا هنا جبت الاول اي بقايا صابون عندك ريحته حلوه قوي انت بتحبيه. طبعا لما بنستعمل الصابون اللي هو الوجه او صابون الغسيل بيبقى بقى فتافيت او بقايا كده او شرايح صغيره منه كده، امسكيها ابشريها بالشكل الايه اللي انت شايفاه دوت. بعد كده انا جمعتها كلها، طبعا البقايا دي كلها لميتها وبدات هنا ايه اجمعها وبشرها، وبعدين خدت كميه الزيت اللي عندي بالشكل اللي انت شايفاه دهوت، وبكون طبعا صفيتها من الشوائب ومن الايه بقايا التحمير الموجوده فيها. حتى الزيت زي ما انت شايفه مجمد شويه، لانه زيوت التحمير دي بتبقى يعني مش زيوت جيده قوي يعني. نزلت بقى فيها هنا شويه الصابون اللي انا بواقي الصابون اللي كان عندي اللي انا بشرتهم، وببدا هنا ايه احطهم. بعد كده هنزلهم على النار. تعالي بقى نشوف هنجهز ايه لبقيه المحتويات. شوفي اي علبه او علبتين عندك بقى كده عشان ننزل فيهم الصابون عشان نعمله قطع. خدت هنا حوالي نص كوبايه من الميه، ميه عاديه خالص مش سخنه ولا حاجه. هبدا انزل فيها بمعلقه من الملح، معلقه كبيره من الملح. الملح طبعا بيساعد على التنظيف ويعتبر قاتل للميكروبات ايضا، بيخلي بيدي لمعه كده للادوات اللي انت تستعملها في التنظيف. وخدت هنا معلقتين كبار من السكر، والسكر ده بيعمل لي رغوه حلوه قوي، او بيزود الرغوه في المنتج بتاعي. وهنا خدت حوالي ما يعادل معلقه كبيره لمعلقتين من الخل. بص القمر ده، الخل طبعا بيقتل الميكروبات وبيساعد على التنظيف برضو. وبعد كده باخد هنا ايه معلقه صغيره مليانه من ملح الليمون. ما عندكيش ملح ليمون، احنا حطينا ملح عصوري ما يعادل ليمونه مثلا. خلاص الدنيا ماشيه وكل حاجه تمام التمام. ده بوريلك البطرمان ده فيه بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربوناتو اللي احنا بنستعملها في عمل عجينة الفلافل او الطعمية او بنستعملها في الملوخية. هنا بقى انا كنت رفعت الصابون مع الزيت على النار لما يبدأ هنا ياخد الشكل القمر اللي انت شايفاه ده، عامل زي مستحلب كده. خلاص فك خالص الصابون ده جدا، واضربي فيه بقى بالمضرب اليدوي. عندك مضرب كهرباء عايزه تستعملي ماشي، هاند بلندر ماشي، عايزه تضربيه في الخلاط وبعدين عشان ايدك تعباكي برضو ماشي، عايزه تضربي بمضرب السلك زي ما انا عملت مفيش اي مشكله خالص. في الوقت ده انا بجهز هنا بقى ايه القوالب اللي انا هصب فيها الصابون بتاعي. هي عباره عن ايه؟ زي ما انت شايفه كده قالبين بلاستيك كده كانوا عندي، وجبت الورق اللي هو بتاع اكياس النايلون ده عادي، وبدات هنا ايه افرشها في ارضيه العبوات دي. طيب خلينا نقول ان حكمة النهاردة بنقول انه من تواضع لله رفعه، وان الكبرياء والعزة لله وحده. فلازم يكون بنتعامل مع بعض بتواضع. مفيش داعي نغتر بوظيفتنا او نغتر بعيلتنا او نغتر بممتلكاتنا او نغتر باي حاجة في حياتنا يعني. خلاص لاننا كلنا مهما بقى عندنا فملك الملوك هو اللي عطى وهو اللي وهب يعني. هنا نزلت حوالي معلقة كبيرة من الجليسرين على الصابون اللي عندي اللي هو دايب في الزيت، وهجيب المحلول اللي احنا عملناه مع بعض انا وانتو من شوية، وهبدأ اقلبه كويس وانزله على الخليط بتاعي ده، واضرب الكلام ده تاني بالمضرب السلك كويس قوي او المضرب اليدوي كويس قوي. خلاص بالشكل القمر ده. ايوه كده.
عايزه اقول لك هنا على السريع ايه هي فوائد الليمون مع الميه. لو انتي خدتي ازازه الميه اللي بتشربي منها طول اليوم عصرتي فيها ليمونه، ده ليه فوائد. ايه فوائد انك تعصري الليمون مع الميه وتشربي منه؟ نص ليمونه على كوبايه ميه يوميا. ده بيكون علاج للبرد، بيكون تفتيح ونضارة البشرة، بيكون بيساعد على الهضم. طيب انا هنا برضو خدت بقية شوية المية اللي كانوا باقيين، نزلت فيهم معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. بص الفوران اللي بيحصل، بص الجمال، القمر ده اللي بيساعد على التنظيف اكتر يعني. ببدأ يحصل فوران هنا، ببدأ انزله فين؟ على الصابون بتاعي دوت. خلاص اهو بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. نرجع تاني نقول فوائد الليمون مع المية. بيساعد على نضارة البشرة، بيساعد على سهولة الهضم، بيقلل خطر الإصابة بأمراض الشرايين والقلب، بينسف الدهون من الشرايين نسف، بيعالج الانتفاخات الموجودة في الجهاز الهضمي، وبيقوي النظر عشان الليمون غني بفيتامين اي وفيتامين سي، وبيقوي مناعة الجسم برضو لاحتوائه على الفيتامينات دي. فيتامين سي معروف انه بيتكسر بالحرارة، عشان كده حطي عصير الليمون على المية الباردة اللي هي المية العادية من الحنفية او من الفلتر عادي يعني، فما تسخنهاش عشان الفيتامين سي بيتأثر او بيتكسر بالحرارة. بصي لون الصابون بقى قمر ازاي. الكوبايه دي بقى كان فيها مليانه ميه، وضفت عليها 3 معالق كبار من البوتاسه الكاويه، او اللي هو البوتاس، اللي هو عباره عن بلورات صغيره كده. دي ماده كاويه، انتبهي ليها وانت بتستعمليها. اعملي حسابك ان البوتاسه ده، او الصودا الماده الكاويه دي بتطلع ابخره لما تيجي تدوبيها. فاعملي حسابك ان انت لما تيجي تقلبيها وتدوبيها كويس في الميه، ابعدي وشك عنها تماما، او البسي كمامه، او غطي مناخيرك وفمك علشان ما تستنشقيش، ما يحصلش استنشاق لهذه الابخره والغازات، وبالتالي تؤذي صحتك يعني، وتسبب مشاكل في الجهاز التنفسي. تمام يا قمر انت وهي. يلا يا جميلة يا حلوة، حط اللايك وتعليقك الحلو اكيد بيسعدني، وطبعا اشتراكك في القناة ده شرف لي. بصي بقى كل مدى بيتقل معانا ازاي، ما شاء الله زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك ان في بعض الناس بتحط عليه معلقتين كبار من الطحين او الدقيق، وبتقلبهم كويس في شويه ميه صغيرين، وبتنزلوا على المحتويات اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. لكن انا ما حطيتش طحين ولا دقيق، انا نزلت بس المحتويات اللي احنا قلنا عليها. نزلت بقى الكميه هنا اللي تديني السمك الكويس في القوالب بتاعتي دي. لو عندك صاج فرن او بوتاجاز برضو ممكن تستعمليه فيه، انك تصب فيه الصابون بتاعك. لو انت عندك صينيه مستطيله او صينيه كيك او ايا كان اللي موجود عندك، او علب زي اللي انا استعملتها دي كده، صب العجينه فيها على كيس بلاستيك بس عشان ما تيجي تقلبيها يبقى سهل معاكي، وسويه كويس قوي. وبعد كده هو طبعا ابدأ اركنيه بقى هنا. هياخد وقت منك 6 7 ساعات، 10 ساعات، يوم يومين، زي ما يكون، لحد ما ينشف ويتماسك ويتجمد، ها، ويطلع منه قطع الصابون القمر اللي احنا بنستعملها في عملية التنظيف، واللي انا وريتها لك في اول الفيديو. تمام. تعالوا نشوف فايدة تانية هنا على بال ما الاخت اللي معانا دي تخلص اللطلطة بتاعتها ديت. عندنا هنا عايزين نقول ايه هي فوائد الذرة الصفراء. فوائد الذرة الصفراء، اولا بتحميكي من فقر الدم، وهي مصدر للحديد وحمض الفوليك اسيد. طيب احنا هنا اتفقنا ان فيديو النهارده عباره عن استغلال لمخلفات المنزل، او مخلفات استخدامات التصنيع المنزلي، او الاكل والشرب جوه المنزل. مش هنرميها ولا نكبها في باسكت القمامه او الزباله، لا ده هنستفاد منها. انا هنا خدت قشر الليمون والبرتقال واليوسفي اللي احنا كنا بنجمعهم ونرميهم في الفريزر طول ما احنا بناكل السمر دوت. بدأت أجمعه وحطيته في مية، وحطيته استوى على النار لما اتهرى هري كده واتعجن عجن يعني. بعد كده هو هبدأ أجيب بقى عندي خل وسكر وملح وكربونات صوديوم اللي هي بيكربونات الصوديوم، وهجيب برضو شوية من البوتاص وملح الليمون، وشوية من البريل أو الفيري أو سائل التنظيف اللي متوفر عندك يعني. شفت القمر ده؟ وهنبدأ نشتغل نشوف هنعمل ايه عشان نعمل صابون اللي هو السائل، او سائل تنظيف الاواني وتنظيف الارضيات والاحواض والحنفيات والمرحاض او التواليت الى اخره يعني. طيب خدت كوبايه هنا من الميه، ضفت عليها معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الملح، وعندي معلقه كبيره من ملح الليمون، وهقلب الكلام ده كويس قوي 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 لحد ما يدوب بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي دوت. تمام اهو. بعد كده انا هنا باخد دي معلقه كبيره من النشا،
يعني لان معلقه اللي في ايدي دي معلقه صغيره بتاعت الشاي، فتحطي ملو معلقه كبيره بتاعت الاكل من النشا، او معلقتين صغيرين من معلقه الطعام الصغيره يعني بتاعت الشاي دي. خلاص. بقلب الكلام ده كله. يبقى الكوبايه دي فيها ايه يا حبايب قلبي؟ فيها معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من ملح الليمون، معلقه كبيره من النشا، وكمان بحط هنا هوت معلقه صغيره من ملح الليمون. ومسكت طبعا قشر الليمون واليوسفي ونزلته في الخلاط وضربته ضربا مبرحا لحد ما اداني الخليط الكريمي او اللي هو المهلبيه ده اللي انت شايفاه معايا في الفيديو. بص الشكل القمر ده، شوفي لونه ولا ريحته بقى مش قادره اقول لك. هنجيب بقى الكوبايه القمر اللي احنا قلبنا فيها الحاجات اللي اتكلمنا عليها من شويه دي اهي، تقلبها كويس عشان النشا بترقد. بقلبها كويس قوي وببدأ انزلها على المحلول او القوام الكريمي بتاع اللي هو بشر الايه او سلق البرتقال والليمون واليوسفي. بجيب نص كوبايه من الميه تاني وبحط فيها معلقه كبيره من بيكربونات الصوديوم. وبعدين ببدأ هنا ايه انزلها على الخليط بتاعي السابق دوت. احط كمان معلقه كبيره من الخل، من معلقه لمعلقتين. فايدة الخل طبعا انه مع شوف الجمال، بص الفوران اللي هيحصل ده اللي بيساعد على التنظيف وتلميع الاواني، وبيقتل الميكروبات والفطريات واي حاجة عالقة بالاواني او الارضيات طبعا والاحواض. انا كلامي عن النظافة بشكل عام جوه البيت يعني. خلاص. بص الفوران اللي بيحصل ده ما شاء الله. طيب يبقى انا هنا اخدت بشر او قشر البرتقال والليمون واليوسفي، سلقته كويس قوي، ضربته في الخلاط، حطيته في بولة كبيرة، جبت كوباية، حطيت فيها مية، ضفت عليها معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من ملح الليمون، معلقة كبيرة من النشا. قلبت الكلام ده كله، نزلته على الخليط، رجعت جبت كوباية تانية، حطيت فيها نص كوباية مية، وضفت عليها نص معلقة او معلقة كبيرة من البيكربونات الصوديوم، وضفت عليها معلقة كبيرة من الخل ونزلتها على الخليط. ورجعت جبت كوباية تانية فيها نص كوباية مية، وضفت عليها معلقة كبيرة من البوتاسا الكاوية او البوتاص اللي هي البلورات اللي هي قلنا عليها بنجيبها من عند العطار دهيت او محلات المنظفات، وانزل بيها على الخليط بتاعي دوت. اخر حاجة انا بعملها بقى ان بضيف اما شوية من الطيب او اللي هو اي مسحوق تنظيف بتستعمليه، او شويه من البريل او الفيري او اي سائل تنظيف اواني موجود عندك في البيت. ما احنا مش بنعمل دعايه لشركه معينه او لمكان معين، لا. خلاص. انا عندي ده شويه من الفيري. بحط بقى هنا ايه يعني حاجه بسيطه كده فيها، وبقلب كويس قوي. وهنا عملنا احلى سائل تنظيف مواعين او اواني وادوات واحواض وحنفيات وسيراميك واشاني، كل حاجه قدامك بقى في الدنيا، تنظيف كل حاجه جوه البيت بالشكل القمر ده. مش قادره اقول لك ريحته عامله ازاي، ولا كمان القوام بتاعه حلو قوي، وكمان اللون زي ما انت شايفاه كده. بجيب اي عبوات فاضيه عندي جوه البيت بقى من العبوات اللي بتبقي شارياها وتفضى عندك، وعبي فيها القمر دهوت واستخدميه بقى في عمليه التنظيف. شفتوا النهارده بقى؟ يبقى احنا دلوقتي عملنا الاستفاده القمر دي. بص بوريكي بقى طبعا هنا الرغاوي اللي بتحصل منه، وبوريكي سمك، وبوريكي الجمال الشكل القمر دوت. احنا هنا طبعا نعتبر طلعنا بمعلومة حلوة قوي النهاردة، ان احنا استغلينا قشور البرتقال واليوسفي والليمون، وعملنا منها الحاجات القمر دي، واستعملنا الزيت القديم وعملنا منه بودرة الصابون. اجمل امنياتي ليكم بدوام الصحة والسعادة. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. استودعتكم الله. ما تنسوش تحطوا اللايك. مع السلامة.